السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم من جديد في بيتكم ومطبخكم، مطبخ دودي وماسة. رمضان يا جماعة يعني مخللات، ما ينفعش أبدا أبدا نحط سفرتنا ونفرش كده الأكل بتاعنا ونجمع حبايبنا من غير ما نحط المخلل. وطبعا اللفت ده سيد المخللات. تعالي النهاردة أقولك على طريقة تعمليه بيها، سهل جدا، هياخد اللون المميز اللي انت شايفاه قدامك ده، مقرمش، وهيعيش معاكي أطول فترة ممكنة من غير ما يبوش. امشي بس معايا كده واحدة بواحدة بالخطوات، وأنا متأكدة إنه هيعجبك. شايفين منظره جميل إزاي؟ ريحة وطعم. متأكدة ان انتي لما تجربيه كل حبايبك هيحبوه، ومش هتشتري اي مخللات من بره خالص. نشتري من بره ليه؟ احنا اصلا ضامنين هو معمول ازاي. ده احنا ب20 25 جنيه هنملى بيتنا خير. بجد طعمه رهيب، قرمشته جميلة جدا جدا. جربيه وادعيلي. اقولك برضو ازاي تحفظيه علشان يعيش معاكي اطول فترة ممكنة. يلا بسم الله ونشوف احنا عملناه ازاي. انا بحب اللفت الصغير او الوسط، بلاش تجيبي اللفته الكبيره علشان بتبقى شيخه من جوه. شيخه من جوه يعني تقطعيها تلاقيها طريه فتبوش معاكي في الميه وتبوظ لك طعم اللفت كله. وانتي بتغسلي اللفت بالمنظر ده، اي حته شكلها مش عاجبك، اي حته ناشفه زياده عن اللزوم، بتشيليها بسكينه بنفس الشكل اللي انتي شايفاه. هغسل واحده تانية قدامكم. شايفين انا زي ما قلت لكم انا بجيب حجمه من صغير لمتوسط، ما بجيبش الكبير ابدا. الحته اللي ظاهره قدامكم دي بنشيلها بالسكين، والف اللفتايه في ايدي. اي جزء طلع منه زرعه، اي جزء يعني يبدو قدامي ان هو ناشف شويه، انا بشيله بالسكينه. واكمل غسيل اللفت لفتايه لفتايه لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. وبعد كده هبتدي خطوة التقطيع. طبعا التقطيع هنا حسب رغبتك، في ناس بتحب اللفت قطع كبيرة، وفي ناس بتحبها قطع متوسطة، وفي حد بتحبها قطع صغيرة. احنا بنحبها بنفس الشكل اللي قدامكم ده. قطعتها بقطعة البطاطس المشرشرة دي عشان يدي الشكل اللي انتوا شايفينه. وادي واحدة تانية، وزي ما قلت لك انا مقطعاها لقطع متوسطة، مش حاجة رفيعة قوي ومش تخين. شايفين شكله ازاي؟ ده مع التخليل وفي التقديم بيبقى شكله رهيب وخرافي. كده قطعت كل الكميه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، ما شاء الله كميه كبيره. يمكن التصوير ظالم. الكم اللي انا عاملاه النهارده ده طبق الغسيل بتاعي، حاطه فيه اللفت. وبعدين هتبتدي تنزلي بكميه مناسبه عليه من الملح. الملح هنا على اللفت في البدايه خطوه مهمه جدا جدا، عشان اللفت يبتدي يفقد سوائله. فلما تيجي تخلليه بعد كده لا يبوش معاكي ولا يحجر معاكي. وهتبتدي تقلبي اللفت في الملح كويس جدا جدا جدا، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، تقليبه كده بدون اي اضافات تانية. ودي اهم خطوة في تخليل اللفت، ان انا احط ملح وان انا اقلب كويس جدا علشان اغلف اللفت كله بالملح. وهشيل الطبق ده مدة ما تقلش عن ساعتين، ويا سلام لو 3 ساعات. ساعتين 3 كده وارجعي شوفيه، اساسا هتلاقيه دبل شوية وابتدى يرمي ميته. المية دي نازلة من اللفت، انا ما ضفتش اي مية لحد دلوقتي، لسه ما حطيتش اي اضافات. وطبعا احنا ما ينفعش نخلي اللفت من غير العروق، ياكلوني في البيت. عندي بيحبوا العروق دي بشكل مش قادره اقول لكم. اي بس ورقه لفت موجوده في العرق شيليها علشان ما تمررش اللفت بتاعنا النهارده، وقلبي الخليط كله في بعضه. وبعد ما اخلص الخطوه دي مهم جدا انك تغسلي البرطمان بتاعك بشويه ميه دافيين، عليهم معلقتين 3 خل علشان تعقمي البرطمان. مهم جدا برضو قبل ما تبتدي تكوني معقمه البرطمان بتاعك. ادي البرطمان غسلاه بميه دافيه وخل. وهبتدي بقى احط اللفت بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. انا قربت لكم الكاميرا شويه علشان تشوفوه. هبتدي انزل بالاول بكميه بسيطه كده من اللفت، وطبعا برضو بحط عروق. وهنا بقى عندي بنجرايه حجمها من متوسط صغير مقطعاها شرايح. ما بين كل كام طبقه كده بنزل بشريحتين 3 من البنجر، عشان ده بصراحة بيخلي طعم ولون وريحة اللفت رهيب رهيب رهيب. في ناس بتعمله من غير البنجر، كده ينفع وكده ينفع، بس هو بالبنجر بيبقى أحلى بكتير، سواء في شكل التقديم أو كمان في الطعم بتاعه. وأرجع أحط برضو شوية لفت، كأني بعملها طبقات كده. وارجع تاني أضيف شرايح من البنجر، شوية لفت شريحتين 3 من البنجر، وشوية لفت شريحتين 3 من البنجر. بس مهم أنا ما احطش بنجراية كبيرة علشان ما تسكرليش
المخلل بتاعي البنجرية تبقى من متوسطة او صغيرة، حاجة بسيطة خالص مش كتيرة. كده الكمية بتاعتي كلها خلصت. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله احنا مالينا البرطمان بتاعنا النهارده لفت بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. تعالوا بقى مع بعض نعمل ايه المحلول اللي هنحطه على اللفت علشان نخلل بيه اللفت. معايا هنا اي دورق عندك ياخد 2 لتر من المية، 2 لتر من المية. كل لتر النهاردة هياخد معاكي 3 معالق مهرمين من الملح. تاني 2 لتر من المية هياخدوا 3 معالق مهرمين من الملح. انا حاطة 2 لتر يعني هحط 6 معالق ملح، وهو ده المقدار المظبوط بتاع اللفت علشان لا يحدق معاكي ولا يطلع عادب عشان ما نبوظش الطعم بتاعه. وطبعا هنحط معلقة واحدة بس خل، معلقة واحدة بس مش هنكتر، لانه اللفت ما بيحبش الخل الكتير بعكس باقي المخللات. والجزء بقى اللي هيخلي اللفتاية مقرمشة معاكي وهتحافظ على عمرها وهتقعد معاكي فترة طويلة 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 من غير ما تتهري، هي نص معلقة ممسوحة من السكر. انتوا واخدين بالكم ان انا كل المعيار بتاعي بنفس المعلقة، ما غيرتش المعلقة علشان المحلول اللي انا هحطه على اللفت يبقى المقدار بتاعه مظبوط. اقلب كويس وبعدين ارجع اجيب البرطمان بتاعي وبسم الله، وهنزل بالراحة خالص بمية التخليل أو بالمحلول بتاعي اللي أنا عملته على اللفت لحد ما أغطي اللفت تماما. كده خلصت كل اللفت غطيته قصدي كله. هضغط ضغطة بسيطة خالص 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 كده بالمعلقة. طيب في بقى حاجة أسهل من كده؟ بس احنا كده خلصنا. نيجي بقى عند الخطوة المهمة، ان احنا نكبس او نغطي المخلل بتاعنا كويس جدا جدا علشان ما نسمحش بدخول اي هواء، عشان اللفت بتاعنا يستوي في اسرع وقت ويديني احسن نتيجة. انا هنا افضل حل عندك تستخدميه ورق الفويل. زي ما انتوا شايفين جبت ورقة طبقتها 3 وظبطتها على غطا البرطمان بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي اكبس غطا البرطمان. كده ضمنتي ان المخلل بتاعك مش هيدخل له ذره هواء، فهيطلع معاكي ان شاء الله نتيجه ممتازه ممتازه ممتازه. نمسحه بقى ونظبطه ونعينه وما نرجعلوش غير بعد 4 ايام على الاقل. 4 ايام وكلي بقى احلى مخلل وادعيلي. هنشيله ونعينه ونرجع كمان 4 ايام نشوفه. كده بعد 4 ايام شايفين البنجر نزل لونه في الميه، والمخلل اللفت اخد من لون البنجر اداني اللون المميز اللي احنا بنحبه جدا جدا. هنفتحه مع بعض كده ونشوف الشكل. بسم الله. ودي النتيجة بتاعتي النهاردة. جربيه وادعيلي وواثقة انك مش هتبطلي تعمليه في البيت. كده وصفتي النهاردة خلصت، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا بيها. رمضان كريم علينا وعليكم، ومن هنا للفيديو الجاي اسيبكم في رعاية ربنا وامنه، والسلام عليكم.